اهلا مواليد برج العقرب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشين جدا من الفيديو اللي فات. برج العقرب النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك، والقراءه دي هتكون للاسبوع الثاني من شهر يوليو عام 2025. هنتكلم عن العاطفه بشكل تفصيلي، هنتكلم عن العزاب، عن المرتبطين، عن المنفصلين، عن الكراش. هنتكلم عن طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي وايه نواياه وايه خطواته القادمه. كمان هنشوف لو انتم منفصلين مبتعدين بينكم مسافات، هل في عوده مؤكده اثناء الاسبوع الثاني من شهر يوليو عام 2025 ولا لا. ولو انت شريك برج العقرب وعايز تقعد له مره ثانيه خايف رد فعله، هقول لك ايه رد فعله. هيبقى بعدك مره ثانيه لا تقبلك في حياته مره ثانيه. كمان هنشوف لو في التدخلات دي اهل واصدقاء ولا علاقه ثلاثيه. طب لو هي علاقه ثلاثيه مكمله معانا ولا منسحبه ولا بتكمل اثناء القراءه، كده هنتكلم عنه اكتر. بس قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمين تفيدكم بكل التفاصيل. ويلا نسمي بالله نبدا نفنط الكروت ونوزعها. بسم الله. بسم الله. طاقتك، طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي وايه نواياه وايه خطوات القدم. اتمنى كل الكروت تكون واضحه وباينه، لان ما شاء الله الكروت دي طويله قوي فبتاخد الترابيزه كلها. تعالى نسمي بالله كده ونبدا بطاقتك انت. بص يا برج العقرب، بالنسبه لطاقتك انت برج العقرب، انا شايفه ان انت يا برج العقرب قررت ان انت تبتعد فجاه، تسافر، تغادر. شايفه ان انت يا عقرب انتقلت من مكان لمكان، سافرت، بعدت، اتخليت، قررت الرحيل. شايفه ان انت يعني قررت ان انت تمشي، تنسحب من العلاقه، هربت، انتقلت للخارج. او يا برج العقرب حتى لو ما انتقلتش للخارج، فانا شايفه ان انت يا برج العقرب يعني انتقلت من مكان، يعني شايف انت مريت بمشكله عصيبه الفتره اللي فاتت. المشكله دي كانت هي سبب الانتقال او الاضطراب اللي حصل في حياتك بشكل كبير، خلاك عايز تبتعد، عايز تسافر، عايز تهرب، عايز تنتقل. ولكن شايفه ان انت اصبح عندك بصيره وعايز تخطط للمستقبل، عايز تمضي قدما. شايفه ان انت اصبح عندك ثقه في نفسك وفي قدراتك. شايفه ان انت بقيت مؤمن بنفسك وعايز تنجح بشكل كبير وتنجح العلاقه باي شكل من الاشكال. شايفه كمان ان انت بتحصل على النتائج. شايفه ان انت اتعلمت من التجارب، كمان التجارب دي اللي انت مريت بيها. شايفه بينك وبين شريكك مسافه طويله، ولكن انت بتشعر تجاهه برومانسيه كبيره جدا. كمان يا برج العقرب انا شايفه ان انت عايز النجاح، عايز ترجع لشريكك وعايز تلم الشمل مره تانية. البطاقه هنا كمان يا برج العقرب بتقول لك ان البطاقه بتاع لم الشمل الاحتفالات. شايفه ان انت عايز تحضر له احتفال، مفاجاه. شايف انت عايز تحضر عرض زفاف، عرض خطوبه. شايف ان انت عايز يا برج العقرب ترسم علاقه، ولو العلاقه علاقه متزوجين وفي بينكم بين بعض مشاكل او في انفصال، فانا شايفه يا برج العقرب ان انت عايز يعني ترجع للصلح، عايز تقضي معاه اوقات سعيده، اوقات كويسه، وربما كمان من البعض في حمل يا برج العقرب، وخبر الحمل ده فرحك جدا. انت عايز تصلح كمان العلاقه. شايفه ان انت عندك افكار جديده برج العقرب. شايفه يا برج العقرب ان انت بتتواصل مع شريكك اتصال روحي، عايز تبعت له يا برج العقرب رسائل، عايز تواصل معاه، عايز تبعت له اخبار سعيده. شايفه ان انت معجب بيه قوي، او انت اصبحت ناضج عاطفيا يا برج العقرب. شايفه يا برج العقرب ان انت عايز تقترح عليه اقتراح رومانسي، عايز ترجع لعرض زواج، عرض صلح، عايز يعني بص تعرض عليه عرض خطوبه. والتاني مره انا شايفه ان في حمل، في ولاده مولود يا برج العقرب. شايف ان انت معجب جدا بالشخص ده، ويعني شايف الشخص في عينك جميلك وبتشعر تجاه برومانسيه كبيره جدا جدا لبرج العقرب. ده بالنسبه لطاقتك انت. ده بخلينا نشوف طاقه شريكك يا برج العقرب. بالنسبه لطاقه شريكك انا شايفاه برج العقرب
محاصر ومقيد وتعبان ومخذول ومخدوع. شايفه ان هو برج العقرب يعني واقف في زاويه، متكتف الايدين، خايف يا برج العقرب، حاسس ان هو ضحيه، قلقان، مرعوب، مضغوط. شايفه ان هو في موقف ميؤوس منه، هو حاسس بالعجز وهو ساكت ما بيتكلمش اصلا، هو بيمر بمعضله كبيره جدا. شايفه ان هو بيعيش دراما كبيره جدا في حياته، شايفه ان هو متعرض لمساءله قانونيه بشكل كبير جدا، او يعني المشكله قضائيه. شايف ان هو لو مش متعرض لمساءله قانونيه او مشكله قانونيه، فانا شايفه ان هو برج العقرب بيتعرض لمواقف سلبيه. شايفه كمان برج العقرب الظل بتاعه هنا، فانا شايفه برج العقرب ان هو يعني عايز يعني الحكم، هو منتظر الحكم. شايفه ان هو عنده فتره من الصحوه، فتره من التجديد، عايز يحسم الموقف. انا شايفه ان هو برج العقرب يعني بيشعر ان كل المشاكل بسبب صدور احكام مبكره عليه. يعني انا شايفه كمان انت بتلوم عليه برج العقرب، ومش شرط انت بتلوم عليه، يمكن انتوا الاثنين دايما بترموا اللوم على بعض، ولكن انا شايفه ان هو عايز العفو، عايز التسامح يا برج العقرب. انا شايفه يا برج العقرب ان يعني انه الظلم وقع عليه وعايز يحارب الظلم ده. شايفه ان هو انتظر منك اخبار ولكن اخبارك اتاخرت. شايفه ان هو ما زال يا برج العقرب صابر، لان هو شايف ان مش بايده يعمل اي حاجه خالص غير ان هو يصبر، ولكن هو مش صابر وساكت، لا ده هو بيفكر ومخطط، واصبح عنده يقظه وعايز يحمي العلاقه، عايز الانصاف. هو يا برج العقرب بيفكر كويس جدا قبل ما يتكلم، ما بقاش ينجذب لاي جدال. كمان بيستخدم عقله اكتر ما بيستخدم مشاعره وقلبه. شايفه كمان ان هو يعني شخص فضولي او عايز يعرف اخبارك، يعني عايز يتكلم معاك بصدق وصراحه، عايز يتكلم معاك علانيه، عايز يحارب الظلم اللي واقع عليه يا برج العقرب. ده بالنسبه لطاقه شريكك. ده بخلينا نشوف مشاعرك انت تجاه برج العقرب. برج العقرب انا شايفه ان انت خايف منه، قلقان، متوتر، مرهق، تعبان، عندك شعور بالارهاق بالتعب. شايفه ان انت ارهقت من كتر التفكير، من كتر الخلافات، وان انت محتاج لعزله واسترخاء. شايفه ان انت بالفعل ابتديت تاخد الخطوه دي يا برج العقرب، وانك انت عايز تحصل على الراحه والسلام والهدوء والصبر. شايف انت هتعمل اعاده تجميع لافكارك، وعايز تتعافى وعايز تستشفى وعايز تخطط للمستقبل. شايفه ان انت يا برج العقرب يعني يمكن بتتجه للارشاد الروحي، او بتطلب حد يا برج العقرب يقف جنبك يساندك يدعمك في المحنه اللي انت بتمر بيها. آه، فانا شايفه يا برج العقرب انت اصبحت اكتر نشاط، اكتر خبره، بقيت متفائل، عندك ثقه بنفسك وقدراتك. يعني شايفه ان انت مبقتش تعرف الخوف خالص يا برج العقرب. شايفه ان تفكيرك بقى حر وعندك الدافع ان انت تنجح العلاقه. شايفه ان انت فخور جدا بشريكك وبتشعر بعاطفه كبيره جدا تجاهه. شايفه ان انت بتشعر ان الشخص ده صادق ومخلص، ويعني بصوا عايز تتساهل معاه. شايفه انت بتشعر ان هو شخص مسيطر او شخص سريع الغضب، او انت اللي عايز تسيطر عليه برج العقرب. كمان بتظهر البطاقه هنا برج العقرب، فشايفه ان انت بتشعر تجاهه بمشاعر حب، مشاعر رومانسيه. شايفه انت اصبحت ناضج عاطفيا، شايفه ان في حب، في احساس، في سعاده مع الشخص ده، انت مخلص تجاهه وبتشعر برومانسيه كبيره جدا تجاهه، ولكن مشكلتك انت خجول وبتنجرح منه بسهوله يا برج العقرب. ده بالنسبه لمشاعرك انت. طب خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. بالنسبه لمشاعر تجاهك يا برج العقرب، بص يا عقرب، انا شايفه ان هو مجمد قلبه عليك، شايفه ان هو في هدنه، جالس على السياج. شايف ان هو في مفترق طرق بياخد قرارات صعبه، قرارات مرهقه. شايف انه بياخد قرارات مؤلمه، والقرارات دي بقى مرهقه جدا بالنسبه له. كمان شايفه ان هو واقف وقفه معارضه بوجه مخاوفه. شايفه العلاقه ما بينك وبين اتمزقت، وان الولاء اتقسم، وان الشخص ده تايه وضايع في وسط الطريق. شايفه ان الشخص ده مع رؤيه الحقيقه وما عندوش القدره على ان هو يشوفها. يمكن كمان شايف ان على الشيء على حقيقته، يمكن الحقيقه اللي هو شايفها او بالفعل هو مش قادر يشوفها يا برج العقرب.
ممكن يكون مثلا في اشخاص مؤذيه، لان شايفه ان في غربان بتحوم حواليه ومش عايزاه يشوف الحقيقه يا برج العقرب. كمان يا برج العقرب الذل بتوعها هنا، شايفه ان هو شخص صادق معاك وشخص سريع. شايفه انه عايز يتواصل معاك، وشايفه ان هو يعني عايز يكون شخص واقعي او موضوعي. كمان شايفه ان هو عايز يحل المشاكل ما بينك وبينه، ولكن هو متشكك في بعض الامور. كمان شايفه ان هو ذكي جدا ومنفتح، ولكن جواه طاقه مكبوته جدا وحزين جدا جدا، وبيتقلب بسبب الانفصال او الطلاق اللي حصل ما بينك وما بينه. بذول بطاقه هنا، فتقدر تقول ان الشخص ده ابتدى ان هو يعني يتعافى. شايفه ان الشخص ده اكتر هدوء، يحصل على الشفاء، هو عايز يمضي قدما. شايفه ان كل المشاكل بينك وبينه ابتدت تهدى، وكانه حصل على هدوء مع بعض، عاصفه كبيره. شايفه كمان ان هو قرر الهروب الفرار. كان متمسك بالسلبيه، ولكن حاليا دلوقتي بيستغيث وعايز الاستقرار يا برج العقرب. ده خلينا نشوف هو شايفك ازاي يا برج العقرب. هو شايفك ازاي يا برج العقرب. شايف ان انت قدامك الكثير من الخيارات يا برج العقرب. شايف ان قدامك احتمالات متعدده، في فرص قدامك بتنقي منها وبتختار. شايفك كمان بتاخد قرارات، وشايف ان انت شخص دايما بتعيش الوهم او التمني او التخيل اكتر ما بتعيش الواقع. كمان بتزور البطاقه هنا، هو شايفك حزين وحاسس بالفقد ويائس، وبتشعر بالذنب والندم. شايفك ندمان، شايفك مصدوم. شايف ان انت مش راضي عن التغيير اللي انت فيه، وبتعتبر ان التغيير غير مرغوب فيه. هو شايف ان انت مش مستقر عاطفيا، ومركز جدا على الخساره، ومركز جدا على المشاعر السلبيه. هو شايفك يا برج العقرب بتشعر بالوحده وبتتألم، وبتشعر بنفس احساسه بالخيبه، ويعني الغضب الشديد بسبب الانفصال او الطلاق اللي ما بينك وما بين برج العقرب. آه، كمان هو شايفك بتبحث من تقعد مع نفسك، بتبحث عن التنوير الروحي. كمان شايف ان انت بتدخل فتره من البحث عن النفس، بتتامل نفسك ذاتيا، عايز تفهم نفسك اكتر. شايفه ان انت بتبعد عن العناء اللي مريت بيه، وعايز تكتشف نفسك وروحك الحقيقيه، او بتفكر في وجوده، او بتقيم العلاقه من اول وجديد. كمان هو شايفك منسحب من اجل التعافي من موقف صعب. كمان بتشير ان انت بتمر بمرحله معاديه جدا مع كل اللي حواليك يا برج العقرب. طيب خلينا نشوف ايه نوايا تجاهك يا برج العقرب. بالنسبه لنوايا تجاهك يا عقرب، انا شايفه يا برج العقرب ان الشخص ده عايز، بص يعني عايز يكون اهم ما في طريقه التعامل ان هو يكون طريقه منطقيه، وبرده يا برج العقرب يكون فيها نوع من انواع القوه، ان هو عايز يحسم الموقف. شايفه كمان ان هو عايز يتواصل معاك، عايز يتكلم معاك، وشايفه ان هو عايز يتكلم معاك بكل اخلاق، عايز يصدر قرارات صارمه، قرارات منهجيه، قرارات كويسه. ويعني شايفه ناحيه الشخص ده اتقلبت رأس على عقب يا برج السرطان، واسف يا برج العقرب تعرض للمسائل القانونيه. شايفه ان يمكن يا برج العقرب يكون اب على فكره. وكمان يا برج العقرب شايفه ان هو عايز بدايه جديده معاك. عايز يجيلك بكاس الحب، عايز يجيلك ببوكيه ورد، وعايز يجيلك ناضج عاطفيا، وعايز يا برج العقرب يطلب منك السماح يا برج العقرب. جايلك بكل دبلوماسيه وتوازن وحنيه ورومانسيه، وعايز يا برج العقرب بدايه جديده. طبعا يا برج العقرب يعني الشخص ده بدايه جديده، وان الشخص ده اصبح عنده افكار جديده، خطط جديده يعني، وعنده قدره فكريه على فكره فوق كده وكده. شايف ان هو ادرك الحقيقه بشكل كبير جدا يا برج العقرب. هو شريكك يدرك الحقيقه على فكره، ولو في حقيقه مجهوله وانت مصدوم فيها يا برج العقرب، شايف ان هيجيب لك حقك ويرد لك الظلم. يمكن هو ده الظلم اللي عايز يحاربه، والظلم اللي وقع عليك. سواء بقى الظلم وقع عليه، فانا شايف يا برج العقرب ان الشخص ده هيدرك الحقيقه بشكل كبير جدا.
شايف ان هيكون عنده افكار جديده وخطط جديده، وهيكون قادر يركز مع كل اللي حواليه، مين بيحبك ومين بيكرهك وليه هم عايزين يوقعوا ما بينكم. شايفه ان الشخص ده يعني هيكون تفكيره واضح وتفكيره صريح، وهيختار كل الحواجز اللي واقفه ما بينك وما بينه. هو مش راضي عن طاقه الانفصال اللي هو فيها خالص، وبيشعر تجاهك برومانسيه كبيره جدا، ومش قابل الوضع اللي انتوا فيه. شوف ان هو هيجيلك يا برج العقرب عايز بدايه جديده، بدايه قويه. شوف ان هو عايز يتخذ القرار الصحيح تجاه العلاقه. ده بالنسبه للنوايا. طب خلينا نشوف ايه خطواته القادمه تجاهك يا برج العقرب. بالنسبه للخطوات القادمه برج العقرب، برج العقرب انا شايفه ان شريكك مثقل جدا بالاعباء، بيتحمل مسؤوليات كتيره وكبيره جدا مجهد فيها. كمان برج العقرب شايل ثقل على اكتافه بشكل كبير جدا، هو ملتزم بواجبات ومتعبان منها، مقيد فيها، مثقل بيها، بيمر بسرعات شاقه وخطيره، ولكن مسلم بامره وبيتحمل الكتير، ولكن بيكافح ويقاوم برج العقرب. وشايفه ان هو ضال طريقه وفاقد تركيزه بشكل كبير جدا. شايفه ان هو بيمر بتحديات كبيره جدا جدا يا برج العقرب. الزول بتاعي هنا شايفه ان هو برج العقرب اتخلى عن الخطط وابتعد وهرب من الواقع بشكل كبير، وصل لاخر حد. ولكن الشخص ده كان بيعمل نفسه تحليل ذاتي، كان بيتامل نفسه ذاتيا، كان بيكتشف يا برج العقرب نفسه، كان بيبحث عن نفسه بشكل اكبر بشكل اعمق. كمان شايفه ان هو منسحب وبيشعر بخيبه الامل بشكل كبير، ولكن هو كان بيبحث عن الحقيقه اللي ادركها يا برج العقرب. الشخص ده بعيد عنك، ما كانش بعيد عنك وخلاص، هو كان بيبحث عن الحقيقة. هو عارف الحقيقة وعارف ان انت اتظلمت يا برج العقرب فيها. هو تركك لوحدك وترك الموقف يسوء اكتر واكتر، ولكن الشخص ده بفعلا كان مشعر بقوة عاطفية يا برج العقرب، كان بتظهر قدامك بالشجاعة وهو تعبان جدا. ولو هتقولي لا ده كان مقضيها وبيخرج بيتفسح، كان بيتظاهر معاك بعكس ما هو حاسس يا برج العقرب. بذور البطاقة هنا أنا شايفة إن الشخص ده عايز يعمل كل ما بوسعه يعني عشان يصلح العلاقة ما بينك وما بينه مرة تانية. أنا شايفة إن هو يعني بيعمل بجدية لإنجاح العلاقة. شايفة إن هو كل اللي في دماغه دلوقتي إن هو ينجح العلاقة. شايفة إن هو حطك هدف قدامه ومصمم إن هو يوصل لهدفه ده. شايفة إن هو بيبذل مجهود كبير جدا لبرج العقرب، وعنده الدافع اللي يخليه يبذل المجهود ده. شايف ان هو يصلح العلاقة، عايز الاستقرار في العلاقة، عايز العلاقة تتقدم وتوصل لمرحلة أفضل من الأول يا برج العقرب. خلينا يا برج العقرب نشوف النصيحة اللي بتقولك ايه. بتقولك ان انت عندك حكمة داخلية، انت عارف انت بتعمل ايه ومتأكد جدا من كل ما بداخلك. خد موقفك واعمل بدون تأخير. اما بخصوص البطاقة هنا برج العقرب، فالبطاقة بتقولك يا برج العقرب ان العوالم الدينية بتأثر على حياتك العاطفية بشكل كبير. مش العوالم الدينية كمان بس هي اللي بتأثر على حياتك العاطفية، ربما كمان يكون اسلوب تربيتك بيأثر على حياتك العاطفية يا برج العقرب. اما بخصوص البطاقة هنا برج العقرب، بص يا عقرب، البطاقة بتقولك اتأمل مرة تانية وما تتسرعش يا برج العقرب. برج العقرب كده نكون خلصنا القراءة بتاعتنا. اتمنى قراءتكم تنطبق عليكم، اتمنى منك تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.